السلام عليكم. إدراج إعلان مجاني أو مميز في موقع جوجلاند. موقع جوجلاند أو مفوض. أريد أدرج إعلان في موقع جوجلاند. أستخدم الموبايل أو اللابتوب أو الحاسوب. يفضل طبعا بالتأكيد اللابتوب والحاسوب كون إنه الشاشة عريضة وسرعة في الإنجاز. أدخل على الإنترنت من أي محرك بحث وأكتب جوجلاند بالعربي أو الإنجليزي، وليكن بالعربي جوجلاند. إذا كان بالعربي جوجلاند انتر راح يظهر بالترتيب الأول بالصفحة الأولى بالصفحة الرئيسية، أفتحه وهكذا أكون دخلت يعني جوجلاند.com. هلا ممكن نكتبها كمان بالإنجليزي جوجا GOGA. في ناس يحطوا 2 أو، لا غلط، GOGA جوجا لاند LAND، طبعا مقطع واحد .com. بدنا ندرج نحن اعلان. طبعا لادراج اعلان وانا اول اذا كنت انا داخل قبل هالمره وحاط انا رقم عندي باسورد ويوزر نيم، فادخل اسم المستخدم وادخل كلمه المرور واعمل دخول او من هون، دخول من هون او دخول من هون. يجوز احط اسم المستخدم اللي انا حطيته اخترته وليكن بسام، واختار رقم. انا كنت مختار مسبقا لما سجلت بهذا المكان عندي باسورد واعمل دخول. طيب لو كنت انا هاي افتراضا انا ادخل الموقع لاول مره، انا كموقع او شركه عقاريه وحابب اني ايضا استخدم هذا الموقع، فاعمل تسجيلي مره واحده وبعدين يصير عندي باسورد يوزر نيم لا افوت فيه. يطلب مني من خلال التسجيل اسمي والكنيه، اسم وكنيه بالانجليزي، ورقم الهاتف مو اجباري. الاسم اجباري، في نجمه هون يعني اجباري، اما رقم الهاتف الواتساب ضروري مهم يعني، اما مو اجباري. سكايبي ضروري يعني مهم بس مو اجباري. اسم المستخدم اجباري، فاذا اسمي الشخصي وما حد راح يطلع عليه. وفي عندي اسم المستخدم عاده يكون من مقطع واحد كله بالانجليزي طبعا، يكون اسم ورقم. مهم انه اسم مستخدم يكون سهل، ممكن تحطه باسم الشركه. وفي عندي بريد الكتروني لازم يكون في بريد الكتروني وادخله مره ثانيه للتاكيد. هذا البريد الالكتروني مشان ارجع عليه ولو لمره واحده حتى افعل الرساله اللي راح تجيني لما تعمل ارسال. انت بتعمل ارسال، انا بيوصلني عندي على الكنترول بانل، بيصل للموقع الكنترول بانل، يصل الداتا انه انا ارغب بالتسجيل بهذا الموقع. انا شركه نظاميه، انا مفوض او انا عندي تفويض، انا مالك، انا اعمل في مجال العقار، شيء يثبت. فمباشره الاداره تقبل، إدارة الموقع مباشرة تقبل، تفوت على إيميلك بمرة واحدة، تحضر الإيميل، تفوت عليه وتفعل الرابط اللي صار. مجرد تفعيل الرابط إذا أستطيع أن أدخل إعلانات. هي هون طبعا بالتأكيد في حروف صغيرة وحروف كبيرة، هي عادة بتيجي بحروف كبيرة، دخلها بحروف كبيرة وأعمل إرسال. مسبقا أنا عندي كلمة سب، وليكن طبعا خلينا نكتب اسم، وليكن اسمي أحمد. طبعا هذا الاسم العربي لا ما راح يمشي الحال، نكتبه أحمد اسمي. حطيت أنا إيميل وفعلت. أنا عندي مسبقا PASSAM، وعندي الباسورد الخاص فيني كموقع. طبعا بالتأكيد ما راح أعلي صوتي وأحكي لكم الرقم السري حتى ما تاخذوا رصيدي. إذا أهلا بك يا بسام، أهلا بك من جديد. الآن عم تشوف هون مكتوب ملفي الشخصي. مجرد مكتوب ملفي الشخصي إذا أنا بالباسورد واليوزر نيم دخلته صح، ودخلت أنا على صفحتي. الآن أنا بصفحتي الشخصية، أنقل على الصفحة الشخصية وراح تشوفوا عندي رصيد، وعندي ممكن أشتري رصيد. هاي مستقبلا لما بدي أعمل إعلانات مميزة أطلب من شراء رصيد، وأطلب إذا كان 100 درهم اللي 10 نقاط يعني 50 إعلان ذهبي، يعني عندي 50 إعلان، يعني بيجيني ال 100 درهم بيجيني 50 نقطة، كل 10 هو إعلان، كل 10 نقاط هو إعلان واحد. يعني بهالحالة أنا عندي 10 إعلانات مميزة يعني لون ذهبي محطوط بالأول. ممكن أيضا عندي ال 200 درهم و350 و600 و800 درهم، بيجي 100 إعلان، هون إعلان واحد. 100 درهم بيجي إعلان ذهبي واحد. ال 100 درهم أو أختار ال 200 درهم يطلع لي 20,000 نقطة أو 350. عدد النقاط راح يجيني 35,000 نقطة و60,000 نقطة و80,000 نقطة. طبعا مجموعة النقاط اللي راح تجيك مجرد ما تاخذ 100 فبيجيك
10,000 نقطة. كلمة 10,000 نقطة، الإعلان الواحد إعلان ذهبي واحد بيروح 10 نقاط. ال200 يعني 100 درهم، 100 نقطة، 100 نقطة، 10 إعلانات ب200 مميزة. دول شراء نقاط للإعلانات المميزة. في عندي 500 نقطة ممكن تاخذها ب 600 درهم، بيجيك فيها 50 إعلان مميز ذهبي أول إعلانات. يعني كل إعلان تقريبا للإعلان الواحد بحدود 10 دراهم. هذول إعلانات مميزة. في عندنا نحن 800 درهم، من 100 درهم بيجي عندي 10,000 نقطة. فهي مجموعة نقاط، إما تحويل بنكي أو عبر مندوبينا إدارة المندوبين، أو الباي بال قريبا إن شاء الله هو والكاش ورسالة قصيرة. بس بدنا نحافظ على أمان، يعني ما بدنا نستخدم بطاقات الناس. من فترة أحد المواقع المهمة بالإمارات تم اختراقه، فما بدنا نحن نشكل مبدئيا حالة أو مشكلة. خلينا على الرسائل القصيرة، وخلينا على المندوبين، وخلينا تحويل مباشر. شركة محترمة، شركة نظامية، موجود ببنك أبو ظبي الإسلامي رقم الحساب، فيتم تحويل ال100 درهم على القيم هاي أو أي قيمة منها على الحساب، أو عن طريق المندوب، أو عن طريق الطرق اللي راح تفتح قريبا. إيصال الدفع مجرد ما يتم تحميل إيصال الدفع معناته نحن سيتم معالجة الموضوع بسرعة، ومنح النقاط المناسبة إذا كان ذهبي. تمام. هلا بغض النظر عن الجدول هذا، أنا عندي ال100 درهم، ال100 درهم يحق لك 50 إعلان ذهبي واحد، لكن 50 إعلان. ال100 درهم يطلع لك 50 إعلان 50 إعلان عادي مبدئيا مجاني، لكن نحن عم نحكي بالخطة هلا في عروض مجانية، أما هذا يطبق لو تم التطبيق. عندنا 100 إعلان، 100 درهم تستفيد منه 50 إعلان، يعني كل إعلان بدرهمين. على أساسه ال100 درهم اللي تدفعها تاخذ نقاط. كل ما تحط إعلان بيروح 10 نقاط، كل ما تحط إعلان. تمام. وهذا خلينا نحكي بغير موضوع. أنا عندي رصيد وعندي شراء رصيد مستقبلا. هلا حاليا العروض مجانية، احنا عم نحكي مستقبلا ممكن يكون في درهمين على الإعلان لمدة شهر. شراء رصيد راح يكون في نظام 100 درهم يطلع 50 غير الارقام هذول. هلا حاليا في عروض خاصه غير الارقام، تحويل بنكي او عبر مندوبين او في وسائل ثانيه. بدنا هلا حاليا من فتره صار في اختراق لموقع من المواقع المهمه بالامارات، فما حابين نحن الان بدنا نشتغل على المضمون، يعني حتى نكون نحن امينين مع الناس. نحتاج الى ان نكون شركه مرخصه ولها ببنك ابو ظبي الاسلامي، ففي حساب او عبر المندوبين ايضا موجودين، وايضا مرخصين، وايضا معروفين بالدوله بهويه وبكون يعني موجودين اقامتهم على الشيء. في الباي بال والكاش مو هلا حاليا، بعد فتره راح نشتغلها بعد ما نامن. يكون في عندنا رساله قصيره SMS ايضا قريبا. فاهم شيء عندي على تحويل بنكي او مندوبين. هاي لو كان لما يكون في بعض العروض. الان في عروض فهي مجاني، تاخذ نقاط، اسم موجود، اسمك، اسم الباسورد، اسم المستخدم اسم واحد، وبريدك الالكتروني، رقم تليفونك اللي ينزل بالاعلان، والواتساب. هاي المعلومات، الرقم بس هو اللي ينزل بالدعايه والاعلان، والايميل. اسم المستخدم والاسم المستخدم ما عدا اسم الشخص. في تحديث للبيانات، اذا بدنا نعمل تحديث للبيانات، تحديث البيانات ما راح يخص رصيدي، لانه نحن بنمحك رصيد وفق المبادئ، ولا الاسم ممكن فقط بالتليفون او تليفونات فقط. الايميل يظل ثابت، الرصيد ثابت، لانه تمام. في هون اعلانات. اذا لما نعمل باسورد يوزر نيم وندخل بباسورد يوزر نيم، لما يكون عندي انا دخول باسورد يوزر نيم راح يكون في عندي هون ملف الشخصي، معناته انا داخل على صفحتي الشخصيه، عندي رصيدي وشراء مستقبلا. هلا حاليا في عروض، ما في حاجه للشراء، رصيد موجود. ما دام في موجود رصيد ما يهمك هذا الامر، بس صار صفر تتواصل مع اداره الشركه ونشوف العروض المجانيه او العروض اللي فيها مميز. نحكي مجاني بدون ما نصل للمكان. حاليا في عندك الرقمين اللي ممكن يصير في عليه تحديث كمان، هو رقم الهاتف ورقم الواتساب. اعلاناتي الموجوده انا نازل باعلانات، تاريخ النشر، تاريخ الانتهاء، وعدد المشاهدات، وحاله اذا كان فعال ولا متوقف. وفي ايضا نحن اذا كان في تجديد او حذف، ممكن احذف اعلاني لما خلاص راح العقار وما في حاجه اني انا يتم الاتصال علي. اذا كنت انا مالك عقار واحد ما بدي حدا يدق علي، خلاص انا اجرته، فممكن تعمل هذا اذا كان بادراج اعلان. كلمه ادراج اعلان يحق لي ما دام انا ضمن صفحتي فيحق لي ان ادرج الاعلان. بكتب اختار الدوله، واختار وليكن عقارات طبعا، واختار الدوله وليكن انا بالامارات، راح يكون هون الموقع راح يجيبني على الامارات. اختار المدينه وليكن ابو ظبي، فالموقع راح يجيبني على ابو ظبي. المنطقه اللي اختارها ممكن اختارها اتركها كامل الامارات، بس هذا ضروري جدا. احطه في منطقه من المناطق، وليكن على سبيل المثال وليكن انت عندك عقار بالنادي السياحي. نوع الطلب، احنا عندنا ادراج اعلانات، نوع الاعلان عندي انا عقار للايجار، وعندي عقار للبيع، وعندي للمبادله. خلينا نحط عقار للايجار، نحطه عقار للايجار. طيب نوع الطلب
حكينا. نوع العقار، شو هو العقار اللي عندي؟ هل هو استوديو ولا غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 وصالة، 4 وصالة، فيلا، بيت إلى آخره. في مجموعة كبيرة من الخيارات، قادر إنك تحط كل البيانات. أي شيء عندك حط. ولنقل على سبيل المثال غرفة وصالة. عنوان الإعلان بنحط إعلان إنه أنا لدي أو لحظة، عنوان الإعلان يكتب على الشكل التالي: للبيع عقار في أبو ظبي إلى آخره. للبيع عقار في أبو ظبي في المنطقة الفلانية. إذا ذكرناها كافي هذا عنوان العقار. تفاصيل العقار ممكن تكتب تفاصيل اللي بدك إياها. المساحة ممكن تحطها وما تحطها لأنه ما في عليها إشارة مثل الإشارة هاي، ما دام ما في عليها إشارة نجمة. ممكن تحط المساحة اللي بدك إياها أو ممكن ما تحطها. عدد الغرف ممكن تحطه أو ما تحطه، يفضل ما تحطه إذا ما بدك إياه، إلا إذا كان في فيلا عدد غرفها أو 4 غرف 5 غرف ما في حاجة هلا حاليا تحطها. في عندك عدد الحمامات، إذا عندك 4 يعني عندك شقة من 4 غرف وصالة على سبيل المثال، إذا قد يكون فيها حمامين أو كذا حط التفاصيل إذا عندك تفاصيل. ممكن نضيف تفاصيل ثانية أيضا، هذه غير ملزم لكن ممكن نضيف. مهم أدنى سعر مجبور إنك تحط رقم معين أو تحط صفار. إذا ما بدك تعلن عن رقم متغير يفضل تحط الرقم الطبيعي، لأنه أغلب الناس تبحث عن الرقم الطبيعي. إذا شافت صفار أو كذا، إذا ما حطيت شيء ما راح ينزل عليه. لازم تحط أي شيء، أقل شيء صفار، 4 5 صفار أو 3 صفار أو رقم تقديري. بعدين تحكي بشكل مباشر عن الموضوع. الدفعات إذا بدك إياها شهري أو سنوي على راحتك، هي ممكن تحطها وممكن ما. العملة بالتأكيد بالدرهم إن شاء الله. راح نضيف اليورو والدولار إذا صارت خارج نطاق الإمارات. إذا في عندك رابط أنت حاطه على اليوتيوب وعندك قناة يوتيوب، أنا أنصحكم تعملوا قناة يوتيوب وتحطوا عليها عقارات، صورة صغيرة دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين لكل عقار. ممكن تحطوا رابط له هون أو صور. اختار الصور من مكان معين، تنقر على هون، تنقر على شوز فايلز، اختاروا الصور. تريدوا مجاني ولا مميز؟ مجاني أو ذهبي يعني مميز. طبعا مجاني راح ينحسب فقط 3 نقاط من الرصيد اللي اعطيناك اياه في البدايه، اما المميز بينسحب 10 نقاط اللي عندي. بعد ارسال الاعلان سيتم خصم 10 نقاط من نقاط جوجل الخاصه بك في حال اضافتك لاعلان ذهبي. لمعرفه ما تبقى من الرصيد يمكنك زياره الملف الشخصي الخاص بك. في ملف شخصي هون تدخل عليه ويبين عدد النقاط اللي انت عندك اياها. إذا خلصت كل الأحوال تراسل الشركة. خلص ارسل، بعدين أدرج على ثاني، أرسل، أدرج على ثالث، أرسل، أدرج على ثالث، أرسل، وهكذا. بينزلوا بالعقارات. وين بينزلوا؟ بالعقارات الثانية. عقارات راح ينزلوا بالعقارات. أدرج على لك راح ينزل هون، راح يطلعوا عليه الناس. أدرج طلبك، ممكن أنت تطلب فيلا أو تطلب غرفة بشكل شخصي أو بشكل شركة، راح ينزلوا هون. في ناس راح يطلع عليهم راح يتصلوا. نكمل لكن أو